علميا عقلك مش مصمم يخليك تنجح، عقلك مصمم يخليك تعيش. وأي حاجة بتخرجك من المألوف العقل بيعتبرها تهديد حتى لو كانت حلمك. اللي جاي مبني على أبحاث في علم الأعصاب والسلوك الإنساني، ولو فهمته مش هتلوم نفسك تاني. خليك معايا للنهاية، لأن خطوة واحدة بس من اللي جايين ممكن تغير طريقة حياتك كلها. الخطوة الأولى، افهم إن عقلك مش عدوك بس أناني. أول خدعة لازم نفكها إنك فاكر عقلك عايز مصلحتك. الحقيقة عقلك عايز الأمان مش النجاح، عايزك تفضل في اللي متعود عليه حتى لو متعذب. أي حاجة جديدة بالنسبة له خطر، أي هدف كبير يعني تهديد. أول سيطرة حقيقية إنك ما تكرهش عقلك لكن تفهم هو بيشتغل إزاي. الخطوة التانية، حول الهدف من فكرة غامضة لصورة حية. لما تقول عاوز أنجح عقلك بيسمع ولا حاجة، لكن لما تشوف نفسك في مكان معين، لابس لبس معين، حاسس بإحساس معين، هنا العقل بيبدأ يتحرك. العقل ما بيفهمش الكلام، العقل بيفهم الصور والمشاعر. الخطوة الثالثة، ابدأ بحاجة صغيرة، لأن البداية دايما هي أصعب جزء. مش لأنك ضعيف، لكن لأن عقلك شايف البداية هو مجهود بدون مكافأة. مفيش دوبامين، مفيش نتيجة، فالعقل بيقاوم. الحل، ابدأ بحاجة تافهة جدا لدرجة إن عقلك ما ياخدش باله. الخطوة الرابعة، اقفل حوار الخوف قبل ما يكبر. طب لو فشلت؟ طب لو ضيعت وقتي؟ دي مش أسئلة، دي أصوات دفاع ما تردش عليها. كمل حركة. الخوف بيعيش بالكلام ويموت بالفعل. الخطوة الخامسة، الإرادة بتخلص. الطاقة لو مظبوطة العقل هيتعاون غصب عنه. النوم، الأكل، الحركة، دي مش رفاهية، دي أدوات سيطرة. الخطوة السادسة، افهم لعبة الدوبامين. الموبايل مش بيضيع وقتك، هو بيسرق رغبتك. كل مرة تاخد متعة سهلة العقل بيكسل على أي متعة صعبة. عايز تسيطر؟ قلل السهل، العقل هيدور على الصعب لوحده. الخطوة السابعة، اربط هدفك بألم حقيقي. اسأل نفسك بصدق، لما بدأتش دلوقتي هكون فين كمان سنة؟ العقل بيتحرك بالألم أكتر ما بيتحرك بالحلم. الخطوة الثامنة، اشتغل بالوقت مش بالنتيجة. النتيجة مش في إيدك لكن الوقت في إيدك. قول هشتغل 20 دقيقة وخلاص. العقل بيحب القواعد الواضحة مش الأحلام الكبيرة. الخطوة التاسعة، راقب أفكارك كأنها راديو شغال. مش كل فكرة تسمعها لازم تصدقها. في أفكار بتخوف، بتبالغ، بتكذب. انت مش أفكارك، انت الكلام اللي انت سامعه جواك. الخطوة العاشرة، التكرار، السلاح السري. العقل ما بيتغيرش بالقناعة، بيتغير بالعادة. قرر غصب حتى لو مش حابب، بعد شوية العقل نفسه هيقولك يلا نكمل. أخطر حاجة ممكن تحصل في حياتك إنك تعيش طول عمرك بعقل مش متدرب. لو سيطرت على عقلك أي هدف بعدها هو مسألة وقت.